تعالي النهاردة أقولك سر العوض اللي هيخليكي تعيطي من الفرحة. زعلتي قبل كده على حاجة كانت بين إيديكي وضاعت، أو بيبان اتقفلت في وشك رغم إنك انت عملتي كل اللي عليكي ويمكن وزيادة شوية؟ أو قلبك لسه وجعك على خسارة قديمة بس زعلانة مفكرة إن هي دي النهاية؟ عايزاكي تسمعي الآية دي كويس قوي. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآية دي نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مواساة للنبي عشان جت فترة كده وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا برضو في الآية دي بناخد بشارة إلهية من ربنا. الله عز وجل في الآية دي مش بس وعد بالعطاء، ده وعد بالرضا. ربنا عالم انك ممكن تاخدي الحاجة وما ترضيش، لكنه وعدك انه هيديكي عطاء يملى قلبك لدرجة انك تنسي اصلا انت كنت زعلانة على ايه. عارفة يعني ايه ولسوف يعطيك؟ العطاء جاي جاي، بس هو بيتجهز لك في الوقت الصح بالطريقة الصح اللي تناسبك انت. يمكن اللي ضاع منك كان حماية ليكي من شر انت مش شايفاه. يمكن الباب اللي اتقفل كان وراه طريق هيتعبك جدا جدا، فربنا قفله برحمته. ربنا لما بياخد منك حاجة مش بياخدها علشان يحرمك، بياخدها علشان يفرغ ايديكي لحاجة اجمل بكتير. عوض ربنا مش بيجي زي اللي ضاع، ده بيجي احسن منه بمراحل. بيجي جبر الكسر قلبك وراحة لبالك، وده أغلى من أي شيء مادي. وتحدي النهاردة عايزاكي تسيبي الندم والتركيز بقى في اللي فات ده خالص، وانت بتفطري النهاردة قولي يا رب أنا رضيت بكل اللي قسمتهولي ومستنية عوضك الجميل. وثقي إن ربنا سبحانه وتعالى بيبنيلك في الغيب حاجة هتبهرك، بس ربنا عايز يشوفك راضية. ودلوقتي عايزاكي تاخدي كده نفس عميق، وافتكري ان اللي خلق السماء والارض قادر انه يغير حالك في لمح البصر، واستشعري ان العوض قريب جدا جدا، وان دموع الزعل اللي نزلت منك ربنا هيبدلها بدموع فرحة قريبة قوي. ولو واثقة في عوض ربنا عايزاكي تكتبي كده يا كريم ارضيني، واستنوني بكرة ان شاء الله في رسالة جديدة ورمضان كريم.